بصي يا ست البنات، انا عارفه ان انت عندك اسرار وسر خطير جدا مخبيه عن مامتك واختك، وانا عارفه ان انت قلتي صاحبتك المفضله اللي مفيش منها اتنين، واللي انت متخيله هتقعد معاكي طول العمر حافظه السر. تعالي اسمعي القصه دي وافهمي معنى كلامي كويس جدا، وفي نصيحه في الاخر اتمنى انك تتقبليها. في واحده كانت زيك كده بالظبط، ليها صديقه وبتقول دي صاحبه عمري واللي عمرها ما تخدني. كانت بتحكي لها كل ادق تفاصيل حياتها، معتبرها الام والصديقه والصدر الحنين والقلب الطيب وكل حاجه حلوه في حياتها، لحد ما في يوم من الايام خدت صدمه عمرها. تخيلي ايه هي صدمه عمرها؟ ان البنوته دي كانت مرتبطه بشاب، والشاب ده كانت بتحكي له كل اسرارها واسرار صحابها اللي حواليها. هي ما كانتش بتطلع السر من وجهة نظرها لحد غريب، لكن الشاب ده كان عارف اخبار البنت دي كلها من طقطق السلام عليكم. كم مرة اتخانت، كم مرة حبت، كم مرة ارتبطت، كم مرة خرجت، كم مرة زعلت، كم مرة رضيت، كم مرة خبت عن مامتها، كم مرة خدت فلوس من ورا مامتها. كل ادق تفاصيل حياتها بقى مع الولد ده. وفي يوم من الايام جبت الزها وقال لها انا عارف كل اخبارك من طقطق لسلام عليكم، يا تدفعي يا انشر واذيع، والكلام بصوتك لانه فيوساتك عندي. وكانت صدمة عمرها ان صاحبة عمرها فعلا ما كانتش بتصون السر والوعد يعني كانت بتخون العهد ما بينها وما بين صاحبتها دي مع صديقها الوحيد اللي بتحكي له كل اسرارها. وما كانتش الوحيده اللي بتحكي لها اسرارها، كانت كل اصحابها اللي بيأمنوها كانت بتحكي له اسرارها. يعني انتوا كل البنات اسراركم مع الشخص اللي مرتبط بيها. يعني جايه اقول لك حاجه، انت ليه تعملي كل ده؟ طب ما انت ربنا كرم عليكي الام اللي هتدخل بيها الجنه، والام اللي هتدخل بيكي الجنه، وربنا كرم عليكي اخت دمكم بيجري في شريان بعض، من نفس الدم ومن نفس الاب ومن نفس الام. معقول تأمني حد غريب مش من لحمك ودمك على سرك اللي زي ما عملت الاخت دي وفضحتها وحكت لصاحبها او لحبيبها او خطيبها او ايا كان مسمى اللي هم يعني اللي انا مش عارفه له مسمى ده، وتسيبي اختك اللي من امك اللي ممكن تحفظ سرك طول العمر؟ تسيبي امك اللي تخاف عليكي لو جه حد يأذيكي حتى لو كانت معترضه هتيجي تقف في وش الطيار وتدافع عنك؟ معقول تفضلي صاحبه لا هي من عيلتك ولا من لحمك ولا من دمك، ولمجرد ان انت حسيتي شويه راحه وانت بتفضفضي لها وما اعترضتش على اي غلط بتعمليه وقلتي هي دي صاحبه عمري؟ معقول؟ طب على فكره عقاب مامتك وشدها وقت الغلط ده افضل بكتير من واحده تسهلك الغلط وتقولك ان ده شيء عادي اللي انت ما تعرفوش. الصاحب اللي بجد هي الام والاخت، والصاحب اللي بجد اعتبري ربنا اول صاحب ليكي. سجادة الصلاة لما تكلمي ربنا وتستشيريه وتستخيريه في كل شيء وتستفتيه في كل شيء، ده اول صاحب ليكي واول طريق النجاة، ثم امك ثم اختك. سهلة، وما تأمنيش لأي حد على وجه الكرة الأرضية. كل صاحب ليه صاحب، كل سر ليه حد تاني بيحكي له سره. هي طبعا الناس كده والبشر، فليه نأمن لناس ممكن في يوم من الأيام يتغدر بينا ونتصدم زي البنت دي ونقول أصله مش ممكن كانت تخون؟ لا حبيبتي، دي الست بتحكي لجوزها، وده الصحبة بتطلع سرها، السر بيطلع لحد تاني وعلى أساس إن هي بتاخد رأيها. والصاحب اللي بجد اللي بيوقفك عن الغلط مش اللي بيكمل معاكي في طريق الغلط. صاحب اللي بجد اللي يقولك احكي لماما قبل ما تحكي لي، لكن انك تحكي وتتفضحي وتبتزي وانت ما تعرفيش انه ممكن يكون في حاجة اكبر من كده بكتير وانت ما تعرفهاش. فيبقى نصاحب مين؟ نصاحب رب العالمين، نصاحب كلام رب العالمين، نصاحب الكلمة اللي رب العالمين قال عليها، نعرف طريق الحياة بجد، الحلال والحرام مش العيب والصح. انسي العيب والصح، انسي الكلام اللي اخترعوه الناس وامشي ورا كلام رب الناس. اللي يقول لك اختك دي او المشاكل اللي بتحصل ما بينك وما بين اختك دي يقول لك ايه ده ازاي اختك كده، او تحكي لاختك عن حد لحد وتقولي لها اختي بتعمل لي، اختي بتسوي، تفضفضي وبتتكلمي عن اختك، مش هيامن ليك. انت غدرتي باقرب الناس ليكي. انت متخيله؟ ما بالك بقى لما تحكي يعني تحكي لصاحبتك عن اختك وتطلع تغدر بيك مع صاحبها وتقول انه صاحبتي عندها مشاكل كذا من نوع من الفضفضه، وهو بيبتزها. يا تدفعي يا طلع صوتك وانت بتتكلمي عن اهلك وبتتكلمي عن علاقاتك وبتتكلمي عن كل شيء. ليه يا ماما كده؟ ربنا، ماما، اختك، والصاحب اللي بجد اللي يبقى معاكي على طول
ويبقى ماشي معاكي في الطريق اللي هو يقومك، لو وقعتي يعدلك، يشدك من الهلاك ويطلعك للطريق الصواب. لكن الصاحب اللي يطبلك ده مش صاحب، ده بيضرك قبل ما ينفعك. اختك مهما كانت في مشاكل ما بينك وما بينها، بس انتوا في الاخر ما تستحملوش على بعض ولا تحبوا حد يجي عليكوا. ده المثل حتى قال انا وابن عمي على الغريب، وانا واخويا على ابن عمي. انتوا غيرتوا كل حاجه لمجرد بيست فريند ومش بيست فريند. تضمنيني منين ان البيست فريند دي تفضل حافظه سرك لاخر العمر؟ مفيش منه يا جماعه الكلام ده. الشيطان موجود عشان خاطر يبوظ كل العلاقات الجميله. الشيطان موجود عشان يضر كل انسان ماشي في طريق الصواب، يبعده عن اهله اول شيء، ثم يعني ياخده لطريق الهويه، ثم انه يتأذي بعد كده وانت مش حاسه. والخراب بيجي ازاي؟ بيجي بدون ما تحسي، فجأة تلاقيه كده وقعتي على وشك، ولا صاحبة نافعة ولا غير نافعة، وتروح تعاتبيها هتقولك ما كانش قصدي، كنت بفضفض، ما كنتش اقصد. يعني انتي صدمة وغدر وخيانة على الفاضي. طب ليه يا ماما؟ ربنا ثم امك ثم اختك، وربنا يحفظ كل البنات يا رب، ويبعد عنكم شر العباد، ويبعد عنكم شر الاذيه وشر الناس الوحشه يا رب، اللهم امين. ويبارك في كل بنت. وانت يا ام خلي بالك من بنتك، صاحبيها، بلاش نظام الام والعصايه والشبشب الطاير والجو ده. انت مش هتستفيدي حاجه، مش هتستفيدي حاجه لما بنتك تبقى مؤدبه قدامك وهي بتعمل كل الغلط من وراك، مش هتستفيدي حاجه والله. صاحبيها وكوني صديقه وهزري معاها واتكلمي معاها كانك اختها زميلتها، والشكل العام قدام الناس علميها شكلك قدام الناس يكون ازاي. انت امي ببناتك، امي ببناتك قبل ما تصلي وتصومي وتعملي ده ربنا يحاسبك عليهم. انا اعرف امهات كتير جدا ما عرفوش حاجه عن بناتهم ضاعوا. ربنا يحفظهم جميعا ويبارك لينا في اولادنا يا رب.